بنتكلم دايما كتير مع بعض عن اختراعات غريبة كده وفيها فكرة وذكية وهتنفعنا في حياتنا الطبيعية بشكل لذيذ جدا، لكن اللي ما اتكلمناش عليه وما ركزناش قوي عليه يعني هو ان في جزء كبير من الوقت بيتقضى في المطبخ، سواء انت او انتي بتقضيه في المطبخ. وانا النهارده جاي عشان اوريك شوية اختراعات كده فيهم فكرة ذكية، كلهم ليهم علاقة بالمطبخ وهتقدر تعمل بيهم حاجات مختلفة كده عن الحاجات التقليدية اللي انت بتشوفها. فاهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة كولكشن اختراعات المحببة إلى قلبي. هنتكلم مع بعض فيهم عن شوية كول جادجتس كده ليهم علاقة بالمطبخ، فلو انت مهتم بحاجة زي كده اتفرج معايا الآخر، تنساش تقولي رأيك في الكومنتات. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، والنهارده زي ما قلت لك هنتكلم عن شويه اختراعات فيهم افكار غريبه وذكيه كده، يعني حاجات بسيطه وحاجات معقده شويه، بس كلهم ليهم علاقه بالمطبخ وهيسهلوا الدنيا عليك شويه او عليكي طبعا. واول اختراع فيهم موجود في ايدي هنا جوه يعني، لكن كالعاده قبل ما نخش في تفاصيل الاختراعات دي تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو اول ما بينزل على طول. شفت حاجة؟ عموما عادي لو شفت، عشان دي أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة مع بعض، وهو هذا الشيء اللي شكله غريب جدا شبه البيضة، وهو فعلا اختراع بسيط مرتبط بالبيض فعلا يعني. وده زي ما انت شايف حاجة مصنوعة من البلاستيك الأكريليك كده اللي شبه الإزاز شوية، الحقيقة أنا معرفش الخامة بالظبط اللي مصنوع منها إيه، ومرسوم عليها ديزاين كده شبه الفرخة شوية أو يعني كتكوت كده، وبعد كده تحت عندك 3 كلمات هارد وميديوم وسوفت، ولون أصفر كده طاغي على النص التحتاني ده كله. وده باختصار عشان لما بتيجي تسلق بيض مثلا، في ناس بتحب البيض المسلوق ده يكون مستوي كويس والصفار ماسك نفسه كده وهارد، وفي ناس بتحب ان الموضوع يكون يعني لسه مش مستوي قوي، وفي ناس بتبقى حابه بقى ان الدنيا تبقى سوفت والصفار مش ماسك نفسه خالص، والموضوع ممكن يلخبط شويه لان ما تبقاش عارف امتى ايه اللي بيحصل بالظبط وانت بتغلي البيض او بتغلي الميه اللي بتسلق فيها البيض يعني. والمفروض ان هذا الاختراع هيساعدك في حاجه زي كده. والحقيقه ان انت لما بتيجي تسلق البيض وتحط هذه البيضه الغريبه في وسط البيض اللي انت بتسلقه، المفروض ان مع الوقت نلاقي ان الالوان اللي موجوده الاصفر دي بتبتدي تختفي واحده ورا الثانيه، السوفت تبتدي تختفي ودلوقتي يبقى يعني الصفار مش ماسك نفسه قوي، بعد كده الميديم يبتدي اللون الاصفر من عليها يختفي، وساعتها يبقى المفروض ان هي نص نص، وفي اخر مرحله المفروض ان الهارد بس هو اللي يبقى ظاهر قدامك كده، وده معناه ان البيض المسلوق بقى ماسك نفسه كده واستوى كويس جدا. والحقيقه انا هجرب معاك حاجه زي كده لان انا برضو ما جربتهاش يعني باستفاضه يعني وبتركيز قوي قبل كده، فتعالى نجرب الموضوع ده كده مع بعض ونشوف النتيجه عامله ازاي. اوكي، احنا حاليا في المطبخ وتعالى بقى نجرب مع بعض كده الموضوع ده. عندنا هنا بيضة عادية جدا لسه نية، نحطها هنا في المية، وعندنا هذا الاختراع العجيب زي ما انت شايف كله لسه بالاصفر، الهارد والميديوم والسوفت. نحط برضو هذا الاختراع كده جنب البيضة هنا، وتعالى نشغل النار ونشغل التايمر، ونيجي بعد شوية كده نشوف ايه الاخبار هنا. طيب عدى 10 دقايق اهو زي ما انت شايف، وعندنا يعني المية بتغلي هنا، بس انا معرفش الحقيقة بقى دي الوانها عاملة ازاي دلوقتي. انا شايف ان هي لسه يعني ال3 صفر كده زي ما هي، فده معناه ان هي لسه سوفت، فتعالى نستنى شوية كمان. ودلوقتي بقالنا ربع ساعة كده، ولو جينا نبص بقى المفروض ان احنا نلاقي ان هارد بقت هي اللي مصفرة زيادة، والميديوم والسوفت بقى لونهم فاتح كده. المفروض ان ده معناه ان دلوقتي البيضة بقت مسلوقة وناشفة من جوه، ما بقتش سوفت او طرية يعني. وبعد ما شفنا التجربة الحقيقة ان هي بتشتغل، لكن يعني بالنسبة لي الموضوع مش واضح جدا وباين كده قدامي كألوان، وايه اللي بيختفي امتى، والاصفر امتى بيختفي خالص، وامتى بيكون ظاهر، وامتى نص نص، يعني الالوان كده باهتة على بعضها شوية. الفكرة موجودة وبتشتغل شوية، لكن مش اكتر حاجة دقيقة ومبهرة يعني جربتها في الاختراعات، بس هي فكرة. هذا الاختراع انا كنت شاريه الاتنين بحوالي $7 كده، هسيب لك اللينك بتاعهم تحت الفيديو، واحاول اسيب لك اللينكات بتاعت كل الاختراعات تحت الفيديو لو انت عايز تبص او تشتري اي حاجة فيهم. الاختراع التاني هو بسيط جدا برضو قبل ما نخش في اختراعين معقدين شوية، وهو هذا الاختراع او هذا الشيلد او الدرع المعدني الصغير جدا اللي موجود في ظهره الناحية التانية حلقة كده معدنية شبه الخاتم، واعتقد ان انت ممكن تكون توقعت دور حاجة زي كده ايه. ده باختصار عبارة عن فينجرز كاتنج جارد، او يعني درع لحماية الصوابع وقت تقطيع الخضار او وقت تقطيع اي حاجة. مصنوع من المعدن كده زي ما انت شايف علشان يعني الحماية اللي بتكون ناتجة عنه تكون حقيقية يعني وكويسة. والجزء ده زي ما
قلت لك كده بيتحط في صوابعك علشان تبتدي بقى تحمي صوابعك وقت التقطيع. تعال نجرب كده في مثال بسيط. عندي هنا شويه جرجير، او الحقيقه انا مش متاكد ده جرجير ولا لا يعني، بس حاجه خضار يعني لقيتها في الثلاجه، وسكينه عشان نقطع بيها. طبعا لو انت يعني مفيش حاجه في ايدك وتبتدي كده بقى وعايز تقطع، في احتماليه ان انت تعور صوابعك دي لو انت مش مخلي بالك قوي. فاللي هيحصل ان احنا نجيب هذا الدرع الصغير ونحطه كده في صوابعنا بالمنظر ده، وزي ما انت شايف دلوقتي بقى في حمايه اقدر ان انا اسند هنا على الخضار ده وابتدي اقطع كده زي ما انا عايز. انا خربشت المكتب. المهم يعني صوابعك هتبقى بعيده عن طريق السكينه، ودي حاجه مريحه نفسيا. ايه الذكاء ده؟ عموما يعني هو المكتب ده مش قدامه كتير قوي، لان في نقله هتحصل في الاستوديو اللي احنا فيه ده، وانا اول مره اقول خبر زي كده، فيعني دي اخبار اكسكلوسيف، بس لسه تفاصيل كتير جايه قريب. المهم هذا الاختراع الاتنين برضو كنت شاريهم بحوالي $6، سيب لك اللينك بتاعهم تحت. تعال نخش في الاختراع التالت. هنا بقى هنبتدي نخش في اختراعات الكترونيه معقده بعض الشيء، والحقيقه الاختراع ده مش هيكون له احتياج قوي لو حضرتك متواجد في البيت كده وبتساعد المدام ولا والدتك في بعض الاشياء زي ما هقول لك عليها دلوقتي. لكن لو واحده ست ومحدش بيساعدها وتيجي تفتح برطمان من البرطمانات والموضوع بيكون صعب شويه، وتلاقيش حد بقى تقول له تعالى افتح لي البرطمان يا ابني بقى وحاجات كده، فهذا الاختراع هيحل المشكله دي تماما. لان الاختراع ده اسمه اوتوماتيك جار اوبنر، وهو عباره عن حاجه بتفتح البرطمانات بالكهرباء عن طريق البطاريات. والحقيقه ان اداء هذا الشيء اكتر بكتير مما تخيلته الصراحه. فزي ما انت شايف بيجي مصنوع كله من البلاستيك كده، وفي زرار اساسي كبير جدا بالاخضر موجود من هنا، ده اللي بيشغل الجهاز. وبعد كده عندك دراعين موجودين كده، او يعني 2 سيتس من الدراعات، طقم هنا خارجي وطقم تاني صغير كده جوه. الدراعين الكبار هم اللي بيمسكوا البرطمان نفسه، والدراعين الصغيرين اللي جوه هم اللي بيمسكوا الغطا بتاع البرطمان، وبيحصل التويست المعين بقى القوي اللي بتقدر تفتح بيه البرطمان. فتعالى كده نجربه مع بعض عمليا مع هذا البرطمان بتاع الصلصه. ده برطمان الحقيقه لسه مقفول يعني، طبعا لو قرصت عليه هيفتح عادي، لكن هنفترض ان انا مش قادر افتح البرطمان كده ومحتاج جهاز اختراعي يساعدني. اللي هيحصل ان انا احط البرطمان هنا ما بين الدراعين الصغيرين وابتدي ادوس على الزرار ده كده، وساعتها هتلاقي ان الدراعات ابتدت تقفل على البرطمان زي ما انت شايف. وبعد ما الدراعات وصلت للغطا، الدراعات التانية بقى هتوصل للازاز نفسه، وهفضل دايس على الزرار، هفضل دايس هفضل دايس هفضل دايس، وزي ما انت شفت كده البرطمان اتفتح بكل سهوله. والحقيقه انا جربت الموضوع ده على برطمانات كمان ماسكه اكتر كده وقفشه، وقدر برضه ان هو يفتحها كده بالعزم القوي بتاع الدراعات اللي هنا دي بطريقه حتى انا ما كنتش متوقعها زي ما قلت لك. فانا بصراحه شايف ان ده اختراع لطيف وممكن ينفع ناس كتير. الاختراع ده اغلى شويه بقى من الاختراعين البساط اللي كانوا موجودين في الاول. الاختراع ده كنت شاريه تقريبا بحوالي $25، برضه هتلاقي اللينك بتاعه تحت. وتعال نخش على الاختراع الرابع والاخير اللي معانا النهارده، وهو هذا الشيء المتعدد الاذرع زي ما انت شايف كده من هنا، وفي جزء احمر من فوق. تتوقع ده ممكن يكون ايه كده قبل ما اقول لك؟ برافو عليك، ده عباره عن دراع روبوتي كده بيقلب الطاسه قدامك لو في اي حاجه انت محتاج تقلبها. مش محتاج ان انت تبقى واقف طول الوقت بتقلب بقى ولا كل شويه تقوم تقلب، انت بتسيب الشيء ده على الطاسه كده وهو بيقلب مع نفسه تمام. فزي ما انت شايف هتلاقي في جزء كده عباره عن 3 رجلين كده بلاستيك موجودين من تحت باشكال مختلفه يعني علشان التقليب يبقى دقيق ولطيف. وبعد كده الجزء اللي من فوق عندك اللون الاحمر ده عباره عن غطا للبطاريات، بتلفه كده وتفتح وتلاقي ال4 بطاريات القلم العاديين جدا كده موجودين جوه، بتقفل تاني. والجزء ده كله اساسا لو شديته كده وهو مقفول هتلاقيه انفصل عشان تقدر تغسل الجزء ده لوحده اللي هو بيكون متوسخ يعني في الطاسه، والجزء ده بيفضل بره كده اللي فيه البطاريات، مش محتاج طبعا تغسله ولا حاجه علشان الكهرباء بتاعت البطاريات اللي فيه. عندك من فوق زرار هنا، الزرار ده لما بتدوس عليه بتشتغل كده، هي بتعمل فايبريشنز الحقيقه في ايدي بالمنظر ده. وبعد كده لو دوست تاني سرعه اقوى، ولو دوست تالت سرعه اقوى. هو كله عباره عن فايبريشنز كده او اهتزازات، لكن الفايبريشنز دي بتتسبب في ان هذا الشيء وهو محطوط على الطاسه يبتدي يلف في اتجاه معين، وبعد كده بيفصل فايبريشن ويشغله تاني بشكل تاني فيبتدي يلف في الناحيه التانيه. فانا رايي بدل ما اقعد اشرح لك كده نظري، تعال نجرب الموضوع ده عملي اوريك بيشتغل ازاي. اهلا بيكم مره تانيه في المطبخ، والمره دي بقى احنا معانا هذه الطاسه اللي فيها شويه خضار، والاختراع اللي كنت بقول لكم عليه بقى ده دلوقتي. يعني لو حطينا بقى الطاسه دي هنا كده على النار، قررنا ان احنا نحط هذا الشيء عشان يقلب. هدوس دوسه وزي ما انت شايف ده اللي بيحصل. اقدر امشي بقى خلاص دلوقتي، نسرع كمان اكتر، وبس بيطرطش شويه الدنيا زي ما انت شايف كده، لطيف جدا. بس هو يعني اسرع حاجه دي بتطرطش شويه الصراحه. احنا ممكن نعمل كده ونمشي بقى ونسيبه. لطيف جدا بصراحه.
وزي ما انت شفت يعني انا مش طباخ ماهر خالص ولا عارف حتى الخضار يعني بيتقلب بالطريقه دي ولا لا، لكن على افتراض ان في حاجه كده وبتتقلب بالمنظر ده، سويها باب اي حاجه تاني بتتقلب كده بس ما تكونش يعني ناشفه قوي، يقدر يعمل الموضوع باداء كويس جدا. وانا برضو شايف ان ده حل عملي ولطيف، بدل ما تفضل واقف طول الوقت كده بتقلب او كل شويه تروح علشان تقلب وترجع تقعد تاني، انت سيبه على الطاسه وانسى القصه دي تماما. هذا الاختراع اغلى شويه كمان من الاختراعات اللي فاتوا، كنت جايبه بحوالي $35، سيب لك اللينك برضو بتاعه تحت كده. وبس كده، دي كانت كل الاختراعات اللي معايا النهارده في حلقه كولكشن اختراعات عن اختراعات مطبخيه ذكيه غريبه. لو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك لفيديوهات قصيره لطيفه كده وستوريز يوميه، برضه هتلاقي اللينكس كلها موجوده تحت. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي في التعليقات هنا وانا هقرا الكومنتات كلها، وهشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.